بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم كامل متابعين الغاليين وين ما كنتم، نتمنى تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال يا رب. مرحبا بالناس الجدد اللي أول مرة ينضموا لقناتي، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يصلكم كل جديد ووصفاتي. نشارك معكم وصفة تقليدية بنينة وسهلة بزاف، رز الجربي تونسي أو الرز مفور بالخضر. هذه الوصفة من طبق التونسي الأصيل، لكن نقدر نقولوا حتى كل واحد يقدر يبدع فيه على طريقته الخاصة. من أكثر الأطباق اللي تعجب العائلة لأنه خفيف وصحي وما يحتاج لمكونات غالية ولا حاجة معقدة. حضرته أول مرات باش بالريحة اللي تخرج منه وهو يفور حاجة تشهي، والمنظر بعد ما يطيب يخطف العين، صدقوني يجي بزاف بنين. خليكم حبيباتي تتابعوا المقادير بتفصيل، فرجة ممتعة للجميع. هنا كنت غسلت الطماطم وقطعتها، ومن بعد راح نحيها في الاشوار. وهنا راح نجيب زوج حبات تاع طماطم ونقطعهم قطع صغيرة. صدقوني هذه الوصفة تاع الرز الجربي أو الرز مفور بالخضر يجي بزاف بنين. إذا ولادك ما يحبوش السلق، أخدمي لهم بهذه الطريقة، صدقيني راح يكملوا كامل هذاك الرز. هنايا بعد ما قطعت الطماطم راح نزيد نقطع المعدنوس. المعدنوس قطعوه شوية رقيق. وهذه الأكلة اللي تعجبني فيها أنه صحية، ما فيهاش بزاف مكونات، وعلى بالي كي تجربوه راح تولوا مدمنين عليه. هنا بعد ما قطعت المعدنوس راح نقطع السلق بعد ما غسلته مليح. هنا راح نقطعه يكون رقيق شوية السلق. هيا بعد ما كملت قطعت كامل هذاك السلق، وش راح نديرو؟ راح نقول لكم المكونات اللي نحتاجوها. هنا عندنا السلق مقطع، عندي المعدنوس مقطع، طماطم المقطعة، غرفية تاع الحمص، 4 سنينات تاع الثوم، ونحتاجو كذلك الدجاج، صدر تاع الدجاج كنت رحيتها قطعتها قطع صغيرة عفوا. وهنا راح نجيب جفنة راح نحط فيها السلق، نحطو فيها ثاني الحمص غرفية، ونحط ثانيك طماطم مقطعة، ونضيف عليها سنينات تاع ثوم. هنا سنينات تاع ثوم درت 4 كرفشتهم في هذيك الكرفشة. هنا راح نضيف 2 ملاعق كبار تاع الزيت، ونضيفو هذيك الصدرة تاع الدجاج اللي كنت قطعتها والطماطيش اللي كنت رحيتها في الاشوار. ونضيف ملعقة كبيرة طماطم مصبرة، نص ملعقة صغيرة فلفل حار. وهنا عندي كاس تاع الرز كنت غسلته مليح راح نضيفه معهم. وهنا راح نبدا نضيف في التوابل. هنايا عندي نصف ملعقة صغيرة فلفل عكري، ونصف ملعقة صغيرة كمون، ونبدا نخلط جيدا حتى ندخل كامل هذاك لي زيبيس. لازم تخلطوا مليح. صدقوني هذه الوصفة ما فيهاش بزاف مكونات، يعني كل المكونات اللي استعملتم فيها بزاف اقتصادية، وغير بصدرة تاع الدجاج كنت تحضري أروع أرز. هنا كنت ضفت تانيك ملعقة صغيرة تاع الملح، ونبدأ نخلط جيدا. بعد ما تخلطوا جيدا حتى ندخلوا كامل هذوك لي سيبيس في الوصفة تاع الأرز الجربي أو الأرز الخضر، راح نجيب الكسكس اللي باش نفور فيه. راح نحط كامل هذيك الرز بالخضر. وهنايا بعد ما حطيت هذاك الرز كنت من قبل سخنت الماء في البرمة. وهنايا مدة الطهي من 40 حتى 45 دقيقة، وهذا يعتمد على النوعية تاع الرز. أنا الرز اللي كنت استعملته مفور. بعد ما كملت الرز الجربي التونسي، صدقوني يجي بزاف بنين، أو أرز بالخضر. إذا ولادك ما يحبوش السلق جربي لهم بهذه الوصفة راح يكملوا لك كامل هذاك الصحن. صدقوني هذه الوصفة بزاف صحية، ما فيهاش بزاف مكونات. إذا جربتوا هذه الوصفة راح تولوا مدمنين عليها. أنا صدقوني عجبني بزاف. إذا كامل يشكروا لي في هذه الوصفة عجبتهم بزاف.
درنا وصفة بسيطة وسهلة بصح النتيجة ما شاء الله روعة. نحب نقول لكل وحدة تابعتني للأخير ربي يسعدكم ويحفظكم يا أغلى الناس. بنات ديروا لي جيم واشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد وصفاتي أول بأول، واكتبوا لي في التعليق واش حابين نشارك معكم في فيديو جاي إن شاء الله. ما تنساوش تصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. نشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله بإذن الله بوصفة أحلى وأفكار أجمل. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.